السلام عليكم. معكم وليد عبر سلسلة شهيوات وليد. اليوم راح نشوفوا وصفة سهلة اللي هي صوص شوكولا، يعني اللي نشبحوا به المثلجات للتحليات، يعني تخدميه تحتفظي به في الثلاجة، يعني قد ما تخليه حتى العام ما يفسد ما يصرالو والو. راح نبدا لكم بالمقادير. راح نحتاجو 60 غرام تاع الكاكاو، يعني ما يقارب 2 مغارف كبار، 300 غرام تاع السكر، يعني واحد الكاس ونص تاع السكر، ربع لتر تاع الماء، مغرف صغيره تاع لافاني، وقرصه تاع الملح. يعني هذه القرصه تاع الملح راهي مهمه في هذا الصوص. نعاود لك المقادير: 60 غرام كاكاو، 300 غرام سكر، ربع لتر ماء، ملعقه صغيره تاع لافاني، وقرصه تاع الملح. نبدا لك بالطريقه. اذا نحكم كسرونه، ندير فيها الماء ونزيد لها السكر، الكاكاو، هذا الشيء كامل نخدمه بالفوي، نخلطوه غير بالعقل باش الكاكاو ما يطلعناش. كما نعرفوا الكاكاو الوزن تاعو خفيف بزاف. ندمج عندنا كامل المقادير، وهذا الخليط يعني راح نحطه فوق النار يتخلط مليح، ونتلاقاو فيما بعد. ها هي لاصوص تاعي تاع الشوكولا راهي فوق النار، راهي تغلي، وانا نبقى نخلط منين داك حتى يعقد عندنا الخليط. نخلطوه بهذه الطريقه كما راكي تشوفي. الخليط بدا يطلع يحب يفيض، كي تشوفيه يطلع خلطي شويه، نعاودو نهبطوه حتى نحسو بالخليط يولي يثقل. في هذاك الحين نطفو عليه بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا الخليط يفور عفوا. اذا نقصوا النار، نعاودو نرجعو فوق النار، نكرر هذه العمليه مرتين او ثلاثه، ويكون عندنا الصوص واجد. كما قلت لك تحتفظي به حتى السنه في الثلاجه تاعك ما يصرالو والو، يعني اي وقت تخدمي ديسير او مثلجات او اي مرطبات تصيبي لاصوص تاعك واجده في الثلاجه تاعك، يعني راح تستغني تماما عن الصوص الجاهز. راح يفيض هذه المره الثانيه. كما قلت لك نعاودوا هذه العمليه مرتين حتى ثلاثه. هذه المره الثانيه ها هو. كما راكي تشوفي نعاودوا المره الثالثه. هاو بدا يعقد. شوفوا كيفاش راه يغلي دركا، تحسي به باللي عاقد. واللون تاعو يزيد يحماق. من الاحسن انك تستعملي الكاكاو البني، ما تستعمليش الاسود الغامق، مش راح يجي اللون تاعو شباب. البني هو الاحسن، تخيلي النوعيه الجيده باش يجي الذوق تاعو شباب. يعني في هذه الاثناء راح نطفي عليه كما راكي تشوفي. راح نزيد له ملعقه صغيره تاع لافاني وقرصه تاع الملح. هذه القرصه تاع الملح مهمه في هذه الكيفيه، يعني هي اللي راح يعني توري لنا الذوق تاع الشوكولا اكثر واكثر. كما راكي تشوفي هنا هذا الخليط كي راح يبرد راح يزيد يعقد، لانه راه سخون يبان لك جاري، تقلقيش منه.
يعني ريحه الفانيلا ما شاء الله راهي تريح. ها هي صوص الشوكولا تاعنا بعد ما وجدت، وخلوها تبرد مليح. قد ما تبرد قد ما تعقد. راح نوري لكم القوام تاعها كيفاش يجي. شفتوا كيفاش يجي؟ يعني والله غير صوص رائع. ها هو، يعني هذا الصوص ديروه في قريعه وحطوه في الثلاجه، تزينوا به الطرطات، علاش لا، الكيك، المرطبات، لي كلاص، لي ديسير. ها هو الصوص تاعنا كما قلت لكم راح يزيد يبرد وراح يزيد يخثر. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي جيم للفيديو، اشتركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك شهيوات وليد. والى اللقاء.